لو انت مهتم بالسوق العقاري المصري او بالاستثمار العقاري، بتفكر تدخل استثمار او تشتري عقار، بس مش عارف هل ده وقت مناسب وهل فعلا هتبقى كسبان وهتستفاد من العقار ده ولا لا، فالفيديو ده هيبقى مهم جدا ليك. بتسمع كلام كتير حواليك ان في ركود في السوق وان هتحصل فقاعة، وخصوصا بعد المشاكل الكتيرة اللي حصلت الفترة اللي فاتت دي من مطورين. فهل السوق العقاري فعلا صالح للاستثمار دلوقتي في 2026؟ وهل في ركود ولا لأ؟ هل ده وقت مناسب إن أنا أشتري أو أحقق مكاسب أو أستفاد كويس من العقار اللي هشتريه دلوقتي؟ خلينا ندردش شوية في الفيديو ده عن الموضوع ده، ونتكلم شوية عن موضوع الركود وهل الأسعار هترتفع ولا هتنزل، ونحسم الجدل في المسألة دي. أنا محمد رضوان، وأهلا بكم في فيديو جديد. خليني اقول لكم قصه سريعه كده عن واحد اعرفه. هو صاحب مصنع ملابس وربنا كرمه وموسع عليه الحمد لله وشغال كويس. الشخص ده بيقول، هو نفسه بيقول ان هو زمان جرب يتاجر في العقارات وخسر، وجرب يتاجر في الشرابات وعمل مكاسب ونجح. المشكله ما كانتش في العقارات ولا الطفره كانت في الشرابات. هو اللي بيقول كده. امال المشكله كانت في ايه؟ الموضوع ان هو لما جه يتاجر في العقارات هو ما كانش فاهم. هو جاله قرشين كويسين، هو ورث مبلغ كويس وقال يحطهم في العقارات بدون دراسة وبدون فهم. قال يجرب علشان هو سمع وقتها ان العقارات بتجيب فلوس وانها احسن استثمار، فهو حط فلوسه في العقارات وهو ما كانش دارس الموضوع كويس، فهو خسر في العقارات. انما بعد كده هو قرر يتاجر في الشرابات بمبلغ بسيط، بس كان داخل المجال ده بدراسة وقعد يستشير الناس الخبرة في المجال ده، وعمل الدراسة بتاعته وعمل الواجب بتاعه. فبالتالي لما دخل المجال ده وتاجر في الشرابات هو كسب وعمل مكاسب كويسة. طيب ليه أنا بحكي القصة دي؟ اللي أنا عايز أقوله بكل بساطة إن أنت أي استثمار أنت بتدخل فيه سواء عقارات أو أي حاجة، لازم بتكون فاهم في الحاجة اللي أنت هتستثمر فيها دي، تكون دارس. ولو أنت مش فاهم فيها كويس تستشير الناس الخبرة. لازم ترجع للناس المتخصصة والناس الخبرة تستشيرهم. ما ينفعش تدخل بدماغك كده، ما ينفعش مجرد ان انت سمعت ان الحاجة دي بتعمل فلوس كويسة فانا هدخل فيها وخلاص بدون دراسة وبدون فهم. وده دايما انا بقوله في فيديوهاتي، لازم تعمل الواجب بتاعك، لازم تستشير، لازم تعمل الدراسة كويس قبل ما تدخل اي استثمار. دي حاجة. الحاجة التانية ان انا ما ينفعش كل المبلغ اللي معايا او كل ثروتي احطها كلها في حاجة واحدة. يعني ما ينفعش مثلا كل اللي معايا 10 او 20 مليون ايا كان المبلغ اللي معاك، ما ينفعش المبلغ ده كله احطه مثلا في عقار واحد وخلاص كده. الجمله الشهيره بتاعت رجال الاعمال انك ما تحطش البيض كله في سله واحده، لازم توزع استثماراتك. يعني عاده رجال الاعمال او المستثمرين الكبار بيوزعوا استثماراتهم، تلاقيه حاطط فلوسه في عقار واثنين وثلاثه وذهب وبورصه ومشروع تجاري ايا كان، بس بيوزع استثماراته، ما بتبقاش كل فلوسه حاططها في حاجه واحده. ورجال الاعمال دايما حتى يقول لك لازم تخلي فلوسك في اصول، يعني ما ينفعش تسيب فلوسك فلوس ورقيه كده وخلاص، لان قيمتها هتقل. الفلوس اللي معاك النهارده دي بكره مش هتبقى بنفس القيمه، فانت لازم توزع فلوسك على اصول. بس ما ينفعش الفلوس كلها تبقى متجمده في حاجه واحده بس. يعني انا دلوقتي عايز اجمد فلوسي، الفلوس اللي معايا كلها حطيتها في عقار معين، هل صح ان انا احط فلوسي كلها في عقار واحد وخلاص كده واقول علشان احافظ على قيمه الفلوس من التضخم وكده؟ تمام. طب نفترض ان انا بكره حبيت ارجع الفلوس دي. انت دلوقتي مثلا حصلت ضائقه ماليه، محتاج انك تبيع العقار ده عشان يجي لك سيوله، هل لو انت قررت تبيع العقار ده النهارده هيجي لك مشتري بكره؟ طبعا لا. ده غير ان العقار ده استثمار طويل الاجل، يعني ما تحطش في بالك خالص مكاسب سريعه من العقار، اشتري النهارده وابيع كمان 6 شهور او كمان سنه، انسى خالص الكلام ده. فانت لما تكون حاطط كل اللي معاك في عقار وعايز تسيل الفلوس دي، الموضوع مش هيبقى بالبساطه دي. لان انت دلوقتي لما تحتاج تبيع، انت ممكن ده ما يبقاش وقت مناسب للبيع اصلا، ممكن ما يجيبلكش مبلغ كويس، خصوصا لو عقار تحت الانشاء ولسه عليه اقساط. فانت عشان تبيع العقار ممكن تضطر يا اما تنزل السعر قوي عن سعر السوق، خصوصا لو المشروع ده ما فيش عليه طلب دلوقتي في البيع، او تضطر بقى ترجع العقار ده للشركه وهتخسر فلوس، هيتخصم مبلغ 10 15% من اجمالي سعر العقار، فهتلاقي ان انت في الاخر خسرت فلوس. طيب بالنسبه بقى موضوع الركود وموضوع الفقاعه، هل في ركود في السوق وهل هتحصل فقاعه ولا لا؟ طيب خلينا كده نحسم الجدل في الموضوع ده ونوضح شويه نقاط.
اولا لازم تفرق بين حاجتين: فقاعة عقارية وانفجار الفقاعة. انت لما بتقول ان في فقاعة عقارية او هتحصل فقاعة، انت تقصد الفقاعة نفسها ولا انفجار الفقاعة؟ احنا لما بنيجي نتكلم على فقاعة هو بيبقى المقصود انفجار الفقاعة، مش الفقاعة نفسها. الفقاعة نفسها هو موجود فقاعة، يعني مصر فيها فقاعة عقارية، لكن الكلام هنا هل هتنفجر الفقاعة ولا لا. انما هل في فقاعة عقارية؟ اه طبعا في فقاعة، لان الاسعار ارتفعت بشكل كبير ومش مناسبة لمتوسط الدخل في مصر، فمن ناحية وجود فقاعة عقارية هي موجودة. بس انفجار الفقاعة ده موضوع تاني. ان الفقاعة تنفجر هو ان الاسعار تنزل بشكل كبير، هو ده انفجار الفقاعة، دي هي اللي ما حصلتش في مصر. وانفجار الفقاعة ده في مصر مش هيحصل لكذا سبب هنتكلم عنهم كمان شوية. بس الاول انا عايز اوضح حاجة: ان اللي يقول لك فقاعة او انفجار فقاعة او في ركود في السوق بشكل عام كده، اللي يقول لك كده وخلاص ده كده بيبقى حد مش فاهم، او حد يعني بيسمع كلام وخلاص وبيردده. سواء واحد بقى بيسمع كلام كده من ناس صحابه او من على السوشيال ميديا، يقرا كلام ويسمع كلام ويردده وخلاص بدون اي مراجعه وبدون اي مصادر، او لو وسيط عقاري بيقول كده هو مش عارف يشتغل او بيشتغل غلط ومش عارف يبيع، فهو بيقول بقى السوق نايم والدنيا نايمه. دي مشكلته، هو مش عارف يبيع او هو بيشتغل بطريقه غلط، فدي مشكلته هو. فاللي انا عايز اوضحه ان انا لما اقول لك في مصر انفجار فقاعه او ركود، ما ينفعش اقول لك كده واسكت. ليه؟ لان مصر فيها كذا نوع من الاسواق العقاريه، مش سوق عقاري واحد، ده في كذا نوع وكذا سوق عقاري. يعني لما اقول لك في ركود في السوق، هو الركود ده حاصل فين بالظبط؟ الركود ده في العقارات السكني ولا التجاري ولا الاداري ولا الطبي؟ ولو في السكني، طب في السكن الفاخر ولا المتوسط ولا السكن العشوائي؟ والركود ده حاصل في سوق العقارات الجاهزه اللي بتتباع كاش وجاهزه، ولا في سوق العقارات اللي تحت الانشاء؟ ولو الركود حاصل مثلا في سوق العقارات اللي تحت الانشاء، هل ده حاصل مع المطورين الكبيره، الاسامي الكبيره اللي بيبنوا عقارات فاخره، ولا مع المطور المتوسط، ولا المطور الجديد اللي لسه اول مره بيبني؟ فلما اقول لك في فقاعه هتنفجر او في ركود في السوق، لازم احدد بالظبط انا اقصد الركود ده فين بالظبط. انما اقول لك ركود في السوق كده بشكل عام وخلاص، ده كده كلام فاضي وانا كده شخص ما بفهمش. طيب برضو لازم تبقى فاهم ان مفيش حاجه اسمها الاسعار هتنزل، مفيش حاجه اسمها اسعار العقارات تنزل. ولو هنتكلم على احصائيات ومصادر، فكل المصادر العالميه اللي بتتكلم على السوق العقاري المصري احصائياتها وتحليلاتها كلها بتتكلم على ان السوق في ارتفاع، والاسعار متوقع ارتفاعها او استقرار الاسعار وارتفاعها بشكل بطيء شويه. انما مفيش مصدر واحد بيقول ان الاسعار هتنزل، مفيش حاجه اسمها كده في مصر. طيب اسعار العقارات هتفضل في ارتفاع، ده ليه اسباب كتيره، زي مثلا ان المدخلات اسعارها دايما في ارتفاع، مواد البناء المستخدمه في العقارات اسعارها في ارتفاع، هي دايما في ارتفاع، فطول ما هي بترتفع ازاي اسعار العقارات هتنزل؟ ما هي لازم برضه هترتفع. ده غير طبعا رسوم النقل، لان البنزين لما بيغلى طبيعي طبعا مصاريف النقل كمان بتغلى. ده غير ان اسعار الاراضي كمان بترتفع، وكمان اسعار الايجارات، ودي حاجه مهمه انا كنت اتكلمت عنها في فيديو قبل كده. من ساعه الايجار الجديد، قانون الايجار الجديد، وبيتعمل في العقود زياده سنويه 10%، فدايما ارتفاع اسعار الايجارات مرتبطه بارتفاع اسعار البيع، لان دايما متوسط عائد الايجار للسكني في مصر 5%، فعلشان يفضل محافظ على النسبه دي لازم سعر البيع هيرتفع مع سعر الايجار، فسعر البيع مرتبط بشكل مباشر بسعر الايجار. ففي اسباب كتيره بتخلي اسعار العقارات دايما في ارتفاع. وكمان حاجه مهمه ان الطلب على العقار بيزيد كل يوم. ما هو الموضوع برضه في الاول وفي الاخر عرض وطلب، طول ما في طلب عالي على العقار ازاي الاسعار هتنزل؟ الطلب على العقار في مصر لا يتوقف، ما هو كل يوم اعداد الناس بتزيد والناس محتاجه تسكن، الطلب على العقار بيزيد عشان كل يوم في ناس بتسكن او ناس بتفتح شركات، كل يوم في ناس بتسكن وكل يوم في شركات بتفتح ومحلات ومشاريع بتفتح، فده طلب مستمر على العقارات مش هيتوقف. يعني انت دلوقتي بتشتري اكل او بتحط بنزين وبكره اسعار الاكل غليت واسعار البنزين غلي، هل هتبطل تجيب اكل او تحط بنزين؟ فنفس الموضوع في العقارات، حتى لما الاسعار بترتفع الطلب مش بيتوقف، وحتى اللي مش بيقدر يشتري بيضطر ان هو يأجر، فالطلب على الايجار بيزيد فاسعار الايجارات بترتفع، وبالتالي اسعار البيع كمان هي بترتفع. طيب حاجه كمان عايز اوضحها عشان الناس بتخلط منهم وتقول ده في ركود والكلام ده:
انك لازم تفرق بين الريسيل اعاده البيع وبين التنازل، لان كتير بيقول لك ان في ركود في سوق الريسيل او في سوق اعاده البيع، وهو اصلا بيكون يقصد التنازل مش اعاده بيع. اعاده البيع ده بيكون على العقار الجاهز اللي مدفوع ثمنه بالكامل وانا بمتلكه بالكامل بعقد نهائي بعقد ملكيه، انا بمتلك العقار ده وببيعه، فده اسمه اعاده بيع او ريسيل. انما عقار تحت الانشاء انا دافع مقدم وبقسط المبلغ ولسه ما خلصتش الاقساط وعايز اطلع من نص السكه كده، ده ما اسموش ريسيل خالص، ده مش اعاده بيع. انت ما امتلكتش العقار اصلا عشان تبيعه، ده اسمه تنازل. انت بتخرج من العقد وحد تاني بيدخل مكانك وبيكمل هو بقى الاقساط مع الشركه المطور. فلو هنقول في ركود، هو الركود مش حاصل في سوق اعاده البيع، لا هو في سوق التنازل. الناس اللي هي بتخرج من نص السكه وعايزه تتنازل عن العقد، ده اللي حصل عندهم ركود. والركود ده حاصل مع المطورين الجداد. يعني مطور جديد اول مره بيبني ولسه ما سلمش وانت عايز تخرج من نص العقد كده، بيبقى صعب جدا ان حد تاني يدخل مكانك. ما هو انا ايه اللي هيخليني اجي اشتري منك؟ المطور اصلا ما سلمش وممكن يكون ما بناش اصلا. المشاكل اللي حصلت الفتره اللي فاتت دي، الموضوع مش متوقف بس على تاخير في التسليمات، لا ده في مطورين اصلا ما سلموش، بتاخد فلوس من الناس سنه واثنين وثلاثه والمشروع ما اتحطش فيه طوبه، وهم دول اللي حصل عندهم ركود. مطور جديد اول مشروع ليه لسه اول مره بيبني، او خامس مشروع ليه بس ما سلمش ولا مشروع فيهم لسه، الناس بقت بتخاف تشتري مع المطورين دول. الناس بقى عندها وعي اكتر انها ما تشتريش مع اي مطور كده جديد لسه مش معروف. فلو هنقول ان في ركود، فالركود حاصل عند المطورين الجداد اللي زي دول. فعشان كده انا نصيحتي ليك، لو انت بتشتري النهارده من مطور جديد، لازم يكون المشروع طالع منه انشاءات مش اقل من 50%. لازم تكون انت شايف قدام عينك انشاءات لا تقل عن 50%، والمطور شغال في الانشاءات وبيبني. انما مطور جديد اول مره بيبني او عامل كذا مشروع ولسه ما سلمش ولا حاجه فيهم، ده خطر جدا، وما انصحكش انك تاخد حاجه مع المطور ده. وما تجريش ورا الاسعار القليله وخلاص، اوعى تشتري عقار بسبب ان سعره قليل. مطور جديد لسه اول مره بيبني واسعاره قليله وعامل حملات دعايه واعلان بشكل كبير وجاب الممثل الفلاني يعمل اعلان، سيبك من كل ده وما تجريش خالص ورا الكلام ده. ده مش مقياس خالص للنجاح. مش معنى ان مطور او مشروع بيتعمل عليه دعايه ضخمه وبيبيع كتير، حجم المبيعات عنده كبيره، ده مش معناه خالص ان المطور او المشروع ده هيبقى مشروع ناجح. وارد يبقى مطور كويس، يطلع مطور محترم وينفذ فعلا وعوده ويبقى فعلا المشروع ده ناجح، بس دي مخاطره كبيره. انت قد المخاطره دي ادخل فيها، مش قدها يبقى بلاش. انا زي ما بقول دايما، انت مش قد المخاطر الكبيره، عايز تبقى في الامان، يبقى خليك مع حد يكون باني جزء كبير من المشروع وشغال كويس في الانشاءات، او خليك مع مطور كبير. لو هتشتري حاجه لسه تحت الانشاء، خليك مع مطور كبير، اسم كبير ومعروف ومضمون. ولو عايز تبقى في الامان برضو او عايز تحفظ قيمه فلوسك، خليك في السكني، ابعد عن التجاري والطبي والفندقي والحاجات دي. هو صحيح العائد بتاعهم اعلى من السكني بكتير، ممكن الضعف او اكتر، بس دي ليها ناسها. انت مش فاهم في الحاجات دي، خليك في السكني، ما تحلمش بالمكاسب الكبيره دي، خليها للناس اللي تتحمل المخاطر العاليه. انما انت ما تقدرش تتحمل النوع ده من المخاطر، يبقى خليك في الامان، يا اما كده يا اما ابعد عن العقار خالص. هو انت ليه مصمم على العقار؟ ليه كل حاجه عقار عقار؟ معاك المبالغ اللي تخليك تدخل استثمار عقاري تجيب بيها عقار كويس للاستثمار، ادخل وخاطر. معكش يبقى سيبك من العقارات خالص. مفيش حاجه اسمها العقار ده هو الابن البار، والعقار ده هو احسن استثمار في العالم. ده كل ده كلام فاضي، الكلام ده كان زمان. في ناس كتير خسرت فلوسها في العقارات. احنا بيجي لنا مكالمات كل يوم من ناس عايزه تخرج من العقود ومش عارفين يكملوا الاقساط، بيكون مش عارف يخرج من العقد، فبيضطر حاجه من الاثنين زي ما قلت، يا اما بيضطر يبيع بسعر قليل او بيرجع العقار للشركه تاني وبيخسر فلوس. ده بسبب ايه؟ بسبب ان هو ما حسبهاش من الاول، ما عملش الواجب بتاعه من الاول. هو سمع بقى الكلمتين بتوع العقار ده احسن استثمار في العالم، فحط فلوسه في العقار وضامن انه مليون في المية هيكسب ومش هيخسر فلوس، او هو عملها قبل كده وربنا سترها معاه وما خسرش فبيعملها تاني بدون اي دراسة وبدون ما يستشير او يسأل الناس المختصة والناس الخبرة، داخل بدماغه كده وخلاص يعني. فبتبقى النتيجه اللي احنا بنشوفه ده ان هو بيخسر فلوس بعد كده. فاللي يقول لي العقار ده هو الابن البار او العقار ده احسن استثمار في العالم كده وخلاص ويسكت، ده كده يبقى شخص كذاب.
او مش فاهم. لازم تحدد لي انهي عقار اللي تقصده، والموضوع راجع لامكانياتك انت وظروفك قبل اي حاجه. مش حابب ان انا اطول عليكم اكتر من كده، انا بحاول اوعيك على قد ما تقدر وتبقى واخد بالك من فلوسك كويس. طبعا لو احتجت اي حاجه تقدر تكلمني في اي وقت. ما تنساش طبعا الاشتراك في القناه، واعمل لايك وشير لو عجبك الفيديو. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. كان معاكم محمد رضوان، واشوفكم الفيديو الجاي. شكرا.